السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان جميعا. كل عام وانتم بخير. هنبدأ عندنا النهاردة محتوى جديد. السخان اليونيفرسال. هنصلح السخان اليونيفرسال. طبعا مشاكل السخانات كتير. مشاكل السخان كتير. احنا دلوقتي جينا بفتح السخان، مش شغال خالص. طيب، شيكت الغاز، فيه غاز. الكهرباء، فيه كهرباء. طب مش شغال ليه؟ هنجرب كده مع بعض. نفتح السخن. المفروض يبقى فيه صوت تكتكة او صوت الاشعال، والاشعال مش شغال اهو. تمام، وانا فاتح السخن اهو. طيب نجرب كده ونشوف الشيك بقى مع بعض. نعمل ايه؟ هنفك واحدة واحدة مع بعض. معلش عشان انا بصور. ف نشيل الادابتور الشاحن. تمام، نبدأ نشيل ثواني معايا. المفك هنشيل الجزء بتاع البكرة دي بتاع الضغط. ماسكة شوية بس هنفكها ان شاء الله. طيب نجيب السكينة، نبدأ نفك الجزء الأول ده جوه ده الأول شوية، سنة كده عشان ما يتكسرش مننا. كده طلعنا شوية. نشيل الجزء ده، هو ده اللي ماسك شوية. لو فك بس شيلنا الجزء ده. نرجع نشيل الجزء التاني عشان بسهولة. طيب هنفك، نروق الدنيا بس شوية كده. نشيل الحاجات دي عشان متعكسناش. نبدأ بقى نشوف نفك الوش. بغطا. في 4 مسامير، بس أنا كنت سايب له مسمار واحد عشان يبقى فك سهل فك معايا. تمام، في 4 مسامير، واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا، كده كله مفكوك. هنشيل واحدة واحدة. خلي بالنا عشان في سلوك اهو لكم بتاع الاشعال. السلوك دي هي تركب معايا. دول بتوع العداد الديجيتال. مكانهم واحد هنا وواحد هنا. تمام، نشيل الغطا خالص. طيب شرح بسيط كده بسرعة. نبدأ نشرح لكم العداد السخان. طيب هنشرح ازاي. بص، فكرة عمل السخان المية بتدخل من هنا. تمام، على الطرمبة دي. المية بتدخل من هنا على الطرمبة دي بقوة بتدخل بشدة. تمام، بتدخل بشدة في كاوتشة جوه هنا، جوه الطرمبة دي كده، اسمها رداغ أو كاوتشة الرداغ. المية بتضغط هنا، ففي تضغط هنا على سوستة، ففي بقوة الدفع في
تضغط للدخول، في صباع كده بيضغط هنا على الكويل ده مسؤول عن الغاز. تمام، يبقى دي الطرمبة المسؤولة عن المية، وده الطرمبة المسؤولة عن الغاز، بيشتغلوا مع بعض في وقت واحد اوتوماتيك. عبارة عن ايه؟ قوة المية بتيجي بقوة شديدة تدخل هنا، تيجي بعد كده في سوست هنا وصباع كده بيضغط هنا على الكويل ده من جوه، يضغط كده على الكويل ده، يدي صوت تك، صوت ايه؟ تك كده، فتح الغاز. ده الكويل ده يجي فتح الغاز. تمام، في نفس الوقت بياخد الامر من الاشعال، من الكارتة بتاع الاشعال دي، في نفس الوقت بيفتح الغاز وياخد الامر من الكارتة بتاع الاشعال دي الاشعال هنا يجي شغال. تمام، انا شيكت على الاشعال مش شغال، الاشعال هنا مش شغال. طيب انا شيكت فيه كهرباء، الادابتر اهو فيه كهرباء، شيكت عليه فيه كهرباء. طيب في غاز واصل، بس مفيش صوت زي ما سامعين. المفروض يبقى فيه صوت تكتكة واشعاع، مفيش. تمام. طيب ايه تاني؟ هنعمل تيست بسيط كده وهنشوف. هو ممكن المشكلة دي تبقى فين؟ هتبقى موجودة اما في الكويل بتاع الغاز مش قايم بوظيفته، تمام، معلق، وده بيتغير. يعني كان ب50 جنيه، دلوقتي طبعا الأسعار متفاقمة، ممكن يعني نلاقيه ب100 مثلا، 80 كده. طيب لو ده شغال، بعمل تيست لكل حاجة فيهم. ده شغال، الكارتة دي بتاع الإشعال بتدي أمر الإشعال، الغاز يطلع فوق هنا، يجي مدي الشرارة فوق الكويل ده اللي الكارتة دي. تمام. طيب لو مش شغال، السويتش ده حاجة بسيطة. السويتش ده هو اللي بياخد الأمر من الكهرباء هنا بالإشعال من الكارتة هنا، ويجي مدي الإشعال هنا. تمام، بيوصل فوق في نفس الوقت فتح الغاز يجي شغال. طيب يبقى احنا عندنا 3 حاجات. تمام. هنشوف. ممكن تكون حاجة بسيطة، هيكون الكويل ده اللي اسمه السويتش ده، والسويتش ده بسيطة يعني ب10-20 جنيه. هنشوف السويتش ده أول حاجة، ممكن هو اللي يكون شغال. طيب هنشوفه ازاي؟ هنعمل تيست ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنشيل الكليبس ده كده، تمام. اهو الكويل ده كده بيجي بالسلكة بتاعته دي، ده بيجي بيركب بمسمارين كده، تكلفته 10-20 جنيه. تمام. هنعمل تيست ازاي؟ هنجربه بايدينا الاول، نشوف شغال ولا لأ. نقفل الغاز عشان نطمن انه هيشتغل ولا لأ، عشان نخلي بالنا واحنا بنعمل نشغل ايه. واحنا شغالين نقفل الغاز، واحنا شغالين في اي حاجه لحد ما نخلص شغلنا نقفل الغاز خالص. تمام. وخصوصا لو فكيت الكويل ده لازم اقفل الغاز، لان ده مسؤول عن الغاز. اول ما افكه الغاز هيطلع لوحده، هيطلع من هنا كده، فلازم وانا بفك ده لازم افصل الغاز. طيب كده هنعمل تيست، نشوف الاشعال شغاله ولا لا، واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا، سمعتوا التكه؟ طيب يبقى ده اللي مش شغال. هنشوفه معلق ولا ايه بايظ. تمام. بس هنا ده في عبارة عن جزئين، في جزء بيفتح الغاز اما بتفتح المية. بصوا معايا، ركزوا هنا. اما بتفتح المية السنة دي بتفتح، ده بالنسبة لي كده في جزء الجزء ده يبقى شغال. الجزء المسؤول عن الاشعال ممكن نشوفوا كده. بصوا
فتح اهو. الجزء اللي المسؤول عن المية، بصوا اول ما المية بتدخل شديدة الجزء ده بيفتح، لما بيفتحش يبقى كاوتش الرادار بايظة، بس الحمد لله ايه بيفتح. بصوا ركزوا معايا في النقطة دي كده، مش عارف باينة ولا لأ اهي، فاتح كده تمام. يبقى كده ده ممكن يكون معلق أو بايظ، السويتش نفسه الجزء التاني اللي في السلكين ده بيكون معلق أو بايظ. طيب هنشوفه معلق ولا بايظ، نركب تاني نشوفه كان معلق ولا لأ. نجيب له أي سبراي، ممكن يكون بقى صدى وصل له مية وصل له أي حاجة، نشوف أي سبراي كده إنه يساعد كده ويكون دي كده. ده سبراي، أي سبراي نظافة كده، العلبة مفيهاش بس نديله سنة. تمام كان فيها شوية ينضف دي صدى أو مية أو أي حاجة. يبقى احنا جربنا هنا في إشعاع، يبقى اطمن معنى كده الجزء ده كده اداني إشعاع، يبقى الجزء كل الكهرباء فيه سليمة الحمد لله. يعني الكويل كده سليم، ادى التكة بتاعته، اسمعوا التكة بعد الإشعاع، بعد الإشعاع بالتكة، سمعتوا التكة دي الكويل كده سليم، والإشعاع كده يبقى الكارتة دي سليمة، يبقى الكارتة دي سليمة. يبقى العيب كان عندنا فين؟ في السويتش ده، والسويتش ده إن شاء الله سليم هو، بص ممكن يكون معلق ولا حاجة. هنعمل إيه؟ هنوصل كويس، ممكن يكون بس إيه ترابة، في تراب أو مية أو صدى كده وصلنا. طيب نجرب كده، نشغل الغاز بقى ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح الغاز شوية كده ونجرب. بصوا معايا السويتش ده اهو، اللي كان فيه مشكلة، ده اللي كان فيه مشكلة اهو قريب خالص، هيفتح معايا اهو. اما افتح المية والغاز يشتغل، اشتغل كده، اشتغل كده، اشتغل. بصوا الأول ما كانش شغال معانا خالص، ما كانش بيدي التكة ولا الصوت ده، كده اشتغل الحمد لله. يبقى ايه الجزء ده كان معلق، ده كده الجزء ده كان معلق صدى او اي حاجه، ولو مش معلق نقفل الميه بس الاول عشان نعرف نتكلم. ده كده كنا هنغير السويتش ده حاجه بسيطه ب10 20 جنيه، ده بيتغير، ده المسؤول عن الاشعاع تمام. ويبقى طيب عشان نبقى عارفين برضه، لو اوقات ما بيديش تكه ولا اشعال تمام، والسويتش ده ما فتحش، طول ما السويتش ده ما فتحش معايا، يبقى كده جلدة الرادار عايزة تتغير، كاوتش الرادار عايزة تتغير. حاجات بسيطة برضه، ممكن 25 30 جنيه 40 جنيه، مش عارف الأسعار دلوقتي عاملة ازاي. بصوا بيفتح، وشوف الفتحة دي لو ما فتحش كده يبقى الكاوتش عايز يتغير تاني. أنا بحاول أوضح لكم تمام كده الحمد لله اشتغل اهو. الله، نقفل بقى شغلنا. الحمد لله كانت حاجة بسيطة، بس حبيت أشارككم اللحظة لأن إيه بتحصل مع ناس كتير. ثواني نثبت الموبايل ونوصل، نقفل شغلنا. بسم الله. نجيب الوش، نقفل الجاكيت الأول اللي هي إيه
الكليبسات دي نوصل ده ده الأول بتاع العداد بتاعت الديجيتال. الكليبسات دي بتاعت الديجيتال نوصلها. شغال بإيد واحدة. طيب نعملها كده، نقعد نوصلها اهي كده اهو عشان تبقوا شايفين. ده المسؤول عن قراية العداد الديجيتال الشاشة. تمام. في كليبس لازم يركب للآخر. في واحد تاني قصير شوية، ده ايه، ادي التاني. كده تمام، ركبنا خلاص. نعم، مسؤولين عن ايه، الديجيتال الشاشة دي. طيب نركبها بسم الله. نشيل الأدابتور الأول. دلوقتي قفلناه تمام. الظهر كده قفلناه ونشغل نجرب. بسم الله. اشتغل اهو تمام. اشتغل تمام. المية سخنة اهو تاني، المية سخنة زي الفل. أرجو تكونوا استفدتوا معايا إن شاء الله، وهجمع لكم كل أعطال السخان في فيديو واحد بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. سلام عليكم.